إيمان الشاعر الإعلامي الكبير. طبعا نشكر تواجدك معنا وكان إضافة كبيرة لينا. إيه رأي حضرتك بالشباب الإعلامي الجديد وهو يعتبر بران في الإعلام بياخدوا الخطوات الأولى، رأيك بيه والنصائح اللي حضرتك ممكن تقدمها ليهم؟ الشباب قادمون، زي كانوا يقولوا زمان الروس قادمون، يعني ده معناه ان الانتصار في الحرب العالمية الثانية قادم يعني. فاعتقد الرهان على الشباب هو رهان على المستقبل، وعندهم طاقة، وفي زمن انفجار المعرفة والتكنولوجيا الجديدة والانفتاح على العالم، وتفكيرهم يعني متجاوز الحدود الجغرافية. فأنا متصور إن هيبقى عندهم أفكار جديدة وطاقات وقدرة على الابتكار وتقديم أشكال جديدة من البرامج وتبني قضايا الجيل. بس رجائي أنهم لا يخونوا أنفسهم ولا يخونوا جيلهم أبداً. نعتبرها نصيحة، مش نصيحة، دي من خلال التجربة، إنه دايماً الشباب لما يبدأوا برامج فيستضيفوا الرواد والنجوم والشخصيات الكبيرة. طب في 65% من تعداد السكان في العالم العربي شباب، مين اللي يستضيفهم؟ يعني فالمذيعون الشبان يخونون أجيالهم ويتجهون إلى الكبار. قضية الإعلام في الفترة دي تحتاج إلى ما يمكن أن نسميه المجايلة، جيل يواصل مع الجيل الثاني مع الجيل الثالث ويتكامل. فإذا نجح جيل الإعلاميين الشبان إنهم يعملوا نوع من ردم الفجوة بين الأجيال هيبقى إنجاز رائع. وإذا نجحوا في إن هم يعبروا عن جيلهم، عن جيل الشباب بكل قضاياه، من أول الأكل والشرب والموضة والعنوسة وتأخر سن الزواج والاقتصاد وطموحات العمل والعلم والسفر للخارج وبناء دولة جديدة، وإن إحنا عندنا غيرة من الأمم إزاي هم بقوا شاطرين وناجحين وإحنا لأ، ده مهم قوي. والتواصل كمان بين الشباب العربي ما يبقاش، يعني دي نقطة مهمة. علشان كده أنا بشجع جدا إنه يبقى في انفتاح بين شباب العالم العربي وتبادل الثقافات، لأن ده هيعمل نوع من الوحدة العربية بعيدا عن الشعارات السياسية. شكرا حضرتك. شكرا يا فاطمة. شكرا.